حياته تحلو. والله مهما أصبت من أذى، مهما جاك من ابتلاء، فقر، جوع، عطش، ضيق حياة، صعوبة عمل، تنام الليل وأنت ما عندك قوت الغد، يا أخي آمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن ما تكرهه قد يكون خيرا لك. اعلم أن السعادة ليست بالغنى، السعادة ليست بالثراء. تحلو الحياة ترى مو بالفلوس، تحلو الحياة مو بالفنادق، تحلو الحياة ما هي بالبوفيهات. والله لو تمرة وقهوة، كاسة شاي مع رفقة طيبة صالحة، نجلس تحت ظل شجرة، أحلى حياة. لكن بشرط إذا حانت الصلاة أذن أحدنا وصلى بنا أقرأنا. هذه الحياة الجميلة. ترى الحياة الجميلة يا أخوان مو بالسيارات الفارهة، وليست بالدرجة الأولى في الطائرة، وليست بفنادق 5 نجوم، وليست بمعصية الله أبدا. اليوم روح صلي ركعتين في البيت بعد العشاء، انويها قيام ليل، واسجد سجود قبل ما تنام، وارفع يديك آخر الليل، وشوف اللذة التي في قلبك. اللي ما صلى الفجر مسكين، ما شعر بطعم الحياة. والله أجمل شيء في اليوم والليلة صلاة الفجر. تريد أن تحلو الحياة معك؟ أدي الحقوق. أعظم الناس حقا تدري من؟ أمك. أدي الحقوق. أول حق أمك. رقم 2 أمك. رقم 3 أمك. يعني وقف، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ترى أمك. أنا أحزن ويضيق صدري إذا علمت أن واحد من الألوف الطيبة الصالحة اللي جاية تحضر محاضرة عند زعلانة عليه. إياكم يكون واحد بيننا زعلانة عليه. هذا شلون عايش؟ هذا شلون الأرض تشيله؟ هذا شلون ينام بالليل؟ كيف ينام الليل من أمه ليست عليه راضية؟ كيف ينام الليل من أمه عليه غضبة؟ أمك شلون؟ أنا أستغرب لما تتصل عليه في برنامج تقول لي يا شيخ ابني يضربني، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعلم فجورا في الدنيا كهذا الفجور؟ ظلما في الدنيا كهذا الظلم. لما الولد كان ابن سيرين أحد الصالحين التابعين، كان إذا كلم أمه كأنه يتضرع. شفت شلون يتضرع؟ يتذلل. كان بعض الصالحين إذا كلم أمه ما ينظر إليها أدبا، ما ينظر إليها أدبا. وكان ابن المبارك ما يأكل عند أمه، يقولون ليش ما تأكل؟ يقول أخاف يدي تسبق إلى لقمة أمي نظرت إليها. تبي تحلو الحياة؟ راضي أمك وأبوك، والله بدعائهما تحلو حياتك كلها وتسعد بحياتك كلها. حتى لو ماتوا أحسن إليهما، حتى لو مات الأب وماتت الأم أحسن إليهما. شلون؟ للأسف بعض الناس ماتت من سنوات نساها. أين الدعاء؟ أين الصدقات؟ أين عمل الخير لها؟ نسيت أمك تنساها. تبي تحلو الحياة؟ أحسن إلى الناس. ابحث لك عن فقراء، عن محتاجين، عن مساكين، عن أيتام. وقسما بالله لو قلبك صخر يلين، أقسم بالله لو فيك قسوة داخل قلبك وظلمة، مسح رأس اليتيم والمسكين يزيل القسوة والظلمة هذه كلها. تبون تعيشون حياة حلوة؟ ابحثوا عن فقراء. لا تقول أنا فقير، ترى في أفقر منك. لا تقول أنا مسكين، في أكثر مسكنة منك. طعامك تقاسم، إذا ما عندك إلا القوت اقسمه بينك وبين المساكين. ترى أجمل حياة، أجمل حياة. ابن عمر بن الخطاب كان كل يوم يجلس مع المساكين، ما عنده يوم إلا يجلس ويأكل مع المساكين. ولهذا كان أصحاب النبي يجلسون أحيانا مع أصحاب الصفة. الحياة جميلة يا أخوان، الحياة جميلة.
خلينا نعيش هذه الحياة. لا تحمل نفسك فوق طاقتها. اعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تقول أنا مهموم، أنا مغموم، أنا تعيس، أنا ما عندي، أنا أبواب مسكرة. لا تعيش حياة التعساء. قول الحمد لله، أغلق الله بابا وفتح أبوابا، منع عني شيئا لعله شر لي، ويسر لي أمرا أكرهه وربما هو خير لي. اسعد بالحياة وابتسم، وإن لم تكن تملك إلا لقمة عيشك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شوف شروط السعادة: من بات آمنا في سربه، دخل بيته ونايم لا خايف عدو يدخل عليه ولا سلاح على راسه، الحمد لله. من بات آمنا في سربه معافا في جسده، ما يتألم يصارخ من الألم، حتى لو في مرض الحمد لله مشي حاله. معافا في جسده، عنده قوت يومه، اليوم نامه شبعان، بكرة مو شرط، ثلاجته فاضية لكن ما نامه جائع، نام الحمد لله شبعان، عنده قوت يومه. تعرف من هو؟ فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا أسعد الناس لو كان يعلم. أحبابي، الدنيا كلها مسيرة بقدر الله جل وعلا. لا تتعب نفسك ولا تعيش القلق ولا الخوف. بعض الناس هذي ليش تعيس؟ عنده خير، الخير يكفيه سنة كاملة، لكن يقول أنا أخاف على عيالي بعد 20 سنة وين راح يعيشون. والله يفكر بعد 20 سنة. يا أخي خلاص، بس أنت عايش يومك سعيد، تقلق على بكرة. رب العالمين ما من طير ولا حشرة إلا يرزقها جل وعلا. ابذل ما عندك وادع الخلق للخالق، واترك الأمر لله وفوضه. تحلو الحياة باللقاء بكم وبالصالحين أمثالكم.